السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السفه بالدجاج، تتجي لذيذه بزاف. وغادي نشارك معكم ان شاء الله السكنه ديالي اللي غادي نرحل ليها، غادي نرحلها ان شاء الله، غادي نشاركها معكم. المهم غادي نضيف هنا البصله على الدجاج. غادي ناخذ طنجره الضغط اللي غادي ندير فيها الدجاج والبصله، واحد 3 طريوس يكونوا هكا مقطعين جوانح. وغادي نضيف البزار، سكينجبير، وغادي نضيف الخرقوم البلدي، وغادي ندير الملحه، وغادي ندير عويده ديال القرفه. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي ديال السفه. وغادي نبلل هنا، راه ما كنشحرش الدجاج، كنبلل ديريكت وكنخليه التشحيره حتى الاخر، عاد كنعسل هذيك البصيله. غادي نضيف الملون، كنضيف واحد شويه باش تيعطيني شويه اللون. واللي ما باش يدير الملون ماشي مشكل، يكتفي غير بالخرقوم البلدي. غادي نضيف انا شويه الزيت الروميه، ومن بعد غنضيف الزيت البلدي حتى من بعد. المهم رديتها هنا كطيب، ما غادي نسدش على ما ندير الصفاره، فقط كندير الغطا ونخليها هنا. غنجيب الصفه، الكميه اللي عندي اللي غادي ندير ديال الصفه، وغادي ندير لها الزيت. في الاول كنضيف الزيت وكنخلي هنايا، درت الماء اللي تيغلى باش ندير السفه في الكسكاس، وغادي نوضعها باش تفور ليا. المهم الزيت هنا خص السفه تلبس بالزيت، تلبس مزيان بالزيت. هاد المرحله مهمه. وغادي نضيف السفه كما شفتوا معايا، غادي نضيفها كامله هنايا في الكسكاس. من بعد ما خليت القدره هنايا الماء فيها تيغلى كيف ما قلت لكم. المهم البنات، انا حبيت اليوم نشارك معكم السفه لان درتها، ولكن غادي بغيت نمشي ان شاء الله باش نسيق الدار وداكشي. غادي نوريكم السكنه ديالي اللي غادي نمشي لها ان شاء الله. الحمد لله من بدلها عليا صدر ربي وتفكيت من العشوائي، والله الا فرحانه وحق الله وبنشاركها معكم. المهم غادي نضيف هنايا السفه، غادي نخليها تطفور. هنا حركت هذا الدجاج مع من بعد ما طاب الدجاج حيدو فواحد الطبيصيل، وغنخليه هنا. البصيله كتعسل ليا كما شفتوا. غادي نحول هذيك البصيله في النجره صغيره لان هذه تتبان لي ولات كبيره عليه. ما كما شفتوا حولتها هنايا في مقيله البصيله، عسلتها شويه، خليتها حتى نشفت. بقيت كنشحر فيها، عاد ضفت لها الدجاج اللي هو فرتتو كما شفتوا. حيدت العظام من الدجاج، هنا راه كنزرب كنختصر. حيدها وضفت الدجاج مع ديك التغيميره وشحرتهم واحد شويه وطفيت عليهم البوطه. هنا ناخذ القصريه اللي غادي نوضع فيها السفه. من بعد ما فارت ليا واحد ربع ساعه من بعد ما خرج البخار تنخليها، وما غطيتهاش حتى الثاني عاد تنغطيها. المهم هنا غادي ناخذ الماء اللي فارت فيه السفه، الماء طايب غليان، غادي نوضعو فوق هذيك السفه من بعد ما تفورت ليا الفوره الاولى. وغادي نبقى هكا كندخل. انا كما شفتوا واخا تيبان لكم الماء في القصريه، راه غادي تشربوا، ما غاديش تبقى ولا نقطه ديال الماء. انا ما كان كاين اللي تيخلي السفه في الكسكاس وكيخوي عليها الماء الطايب باش داك الماء كينزل، ولكن انا تندير هذه الطريقه تجيني مزيانه. يعني كنبقى البلاصه اللي بانت ليا ناشفه كنزلها الماء. كما شفتوا انا خليتها واحد القسمين اولا 5 دقائق، شربات ليا الماء كما شفتوا. ما بقاش الماء اللي شفتو قبيله مشى. يعني هاد المرحله هادي كتسهل علينا داك قوه الطفوار بزاف، ودغيا تطيب تتولي شهوه منا. انا غادي نعاود نديرها في الكسكاس. من بعد ما عاود ضفت ماء اخر بارد ورديتو حتى غلا في القدره، لان هذاك سقيت به الزفه كما شفتوا الاولاني، وهذا درت الثاني تيغلى ليا. وغادي نضيف هنا الكسكاس فوق البرمه. من بعد هنا ما فار ليا الفوره الثانيه غادي نحلها. دائما البرمه راه فوق البوطه ما كتحيدش. غادي نحاول نحلها للمره الثانيه. هنا اللي بغى يعاود يدهنها بزويته يدهنها، ولكن درت انا هنا مليحه. اللي خافها تلصق ليه يعاود يضيف واحد شويه الزيت الروميه يحلها بها. هنا بلاش لان بانت لي باقي فيها الزيت وما لصقاش، الحمد لله ما تلصقاتش. هنا من بعد ما دخلت هذيك المليحه كنفكها، كاينه بانت لي شي حاجه شويه ملاصقه كنفكها بيديا. وغادي نضيفها للمره الثالثه. صافي هنايا 3 المرات فورتها، هذه راه الثالثه اللي انا اختصرت. فورتها 3 المرات وتنغطيها، تنغطي كسكاس باش تطيب ليا.
هنا نقصت من بعد ما درت ما تشداتش ليا اللقطه فاش درت الزبده. درت الزبده البنات وحليتها مزيان بالزبده، ودرت الطبقه الاولى ديال الصفه كما شفتوا نقصتها، وغادي ندير هذيك التغيمره في الوسط ديال الدجاج مع لاصوص بالبصله، لاصوص ديال. هنا البنات بزاف اللقطات ما تشدوش ليا. هنا راه هاد المريقه اللي فاش بديت نعسلها ضفت لها شويه القرفه غبره والسكر سنيده. ما عرفتش كي داروا تمشاو ليا دوك اللقطات، مشاو ليا اللقطات بزاف. المهم هنا راه الصفه حليتها بالزبده، درت الزبده كميه لا باس بها باش حليت هاد الصفه. والمريقه انا دابا تنقول لكم، والمريقه راه درت ليها فاش تعسلت بدات تعسل نشفات، درت لها شويه ديال القرفه غبره والسكر سنيده. راه مشات ليا اللقطه البنات، سمحوا لي كنزرب لان بغيت نوريكم هنايا السكنه ان شاء الله اللي غادي نمشي ليها من بعد ما حيد من العشوائي كما شفتوا في العنوان. هي ديال البنات السكنه ديالي ان شاء الله اللي غادي نبدل، اللي غادي نرحل ليها. جات في واحد الموقع رائع وغزاله فنه. غادي بعدا الحمد لله نبدل، لان مشينا لتما على اساس ان التعويض غادي يجي التعويض. تنقولوا هاد العام غيجي التعويض، هاد العام غيجي التعويض. تصدقت ضربه سنين تما، يعني صافي فكرت نبيعها وجيت الحمد لله هنايا. كما شفتوا هنايا الدار، هنا على اليمين حاشاكم طواليت. هنا يلا سيقنا، ما شديتش اللقطه باش تنسيقوا انا والبنات. هذه الطواليت كبيره وزوينه، هذا بيت الناس. هنا باقي يلا بغيت نمشي نبدا نجمع في الرحل. هنا جينا سيقنا الدار وجدناها باش نبدا نجمع، واللي جمعتها البنات نصفتها للدار. هذا بيت الناس حتى هو، يعني راه باقا اول مره قال لي مول الدار اول مره كتسكن. يلا لقينا الصباغه وصحاب جليج وداكشي خرجوا، يعني يلا كملها كي كملها كي دخلنا ليها. الله يجعلها ان شاء الله بزياده الرزق والصحه والسلامه يا ربي، تكون عتبه زينه يا ربي. هذا بيت التلفازه. هنا قلت ندير التلفازه، بان لي البيت كبير وزوين مضوي. هنا قلت ندير التلفازه. وهاد قواعد الدار هادي حتى هي هنا راه ممكن تفرج حتى هي. والصالون البنات هو اللي كاين هنا في الداخل، هو هذا حتى هو كبير وزين ومهوي. باش عجبتني مضويه، فيها الشراجم مضويين زعما مضويه وزوينه. هنا فين كتاب رزق سبحان الله العظيم. هذه الكوزينه. هنا ان شاء الله غادي نبدا ندير معكم الشيوات الا كتب الله. هذه الكوزينه حتى هي. هادشي كلشي سيقناه لقينا عامر بالقباص بسميتو كيخرجوا البنايه والخدامه والصباغه وداكشي. حنا اول وحدين ان شاء الله غادي نحطوا رجلينا فيها باذن الله. صافي هذه قاعده كما قلت لكم حتى هي. وصافي هنايا الخرجه ديريكت لباب الدار. واللي عجبني بزاف وهو السوق قدامي كي تنخرج تلقى السوق الاسبوعي اللي كنت صورت معكم السوق الاسبوعي. ها هو كما كتشوفوا قريب ليا قدام باب الدار. كنسمع في الخضاره ونسمع في صحاب هادو اللي كيبيعوا ويشريو، كنسمعوا من الشجر. يعني هذا سوق اسبوعي تيكون من الخميس للخميس في طنجة، يعني جا قدام الدار.